السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبناء الطلاب في الصف الثاني الثانوي، إن شاء الله في الفيديو ده هنتناول الكلمات الخاصة بيونت 7 الوحدة السابعة living abroad، اللي عايش أو السفر في الخارج. تعالوا مع بعض نشوف الكلمات المهمة اللي معانا في الوحدة دي. طبعا هنتكلم على كلمات الوحدة ككل، هناخد الكلمات الأول lessons 1 and 2، الكلمات المهمة في الدرسين الأول والتاني. عندي كلمات زي determination، determination تبقى على بعضها determination يعني تصميم أو عزيمة. عندي كمان كلمة encouragement، بنقسمها زي ما انتم شايفين كده، encouragement يعني تشجيع. عندي كمان get used to يعتاد على. عندي host family اللي هي أسرة مضيفة. عندي كمان independent يعني مستقل. كمان عندنا struggle يكافح ويناضل ويعاني. عندي annoy يزعج ويضايق. عندي creature مخلوق. عندي current اللي هو الحالي أو الجاري. explain يشرح ويفسر. explore يستكشف. كمان معانا كلمات زي main اللي هو أساسي أو رئيسي. publish ينشر. temporary مؤقت. كمان معانا كلمة زي whistle اللي هي يسفر. بنكمل الكلمات المهمة اللي معانا في الدرس. عندي كلمة زي accommodation إقامة أو مكان إقامة accommodation. عندي كمان biology اللي هو علم الأحياء biology. عندي كمان celebration احتفال. certificate شهادة. عندي كمان challenge تحدي ويتحدى. concentrate يركز. عندي confident واثق. كمان distract يشتت الذهن distract. عندي experience خبرة أو تجربة. normal طبيعي. طب تعالوا كمان نشوف الكلمات. هنا عندي كلمة blog مدونة. conditions ظروف وأحوال. عندي drought اللي هو الجفاف. experience خبرة أو تجربة أو يجرب. كمان معانا كلمة harbor اللي هو الميناء harbor. عندي كمان كلمة support يدعم ويساند. عندي volunteer متطوع دي أخدناها كتير وبتيجي كمان في الترجمة معانا كتير. معظم الكلمات اللي احنا اتناقشنا فيها دلوقتي بتيجي كمان في الترجمة، يعني احنا بنحفظها للدرس وللترجمة كمان اللي هي سؤال الترانزليشن. نبدأ نشوف الحاجات المهمة في الفرازز والاكسبريشنز والايتمز والبروبوزيشنز. عندي هنا do perform activity، أخدت هنا ايه do يقوم بنشاط، يبقى do perform activity. عندي get distracted يعني يصبح مشتت الذهن، بتاخد معاها get distracted. عندي have a break. عندي كمان different to أو different from مختلف عن. طيب كمان معانا have experience لديه خبرة. on his own بمفرده. طبعا الكلمات المهمة اللي في الدرايفاتيفز دي أنا عاملة عندها دايرة، قلنا احنا بنذاكرها ازاي، بنبص كل كلمة نقعد نبص عليها ونحاول ايه نفهمها، علشان مش بتتحفظ بس، لا بتتفهم. هنا اتضافت لها ايه، طب هنا معاها برضو كان متضاف لها هنا ايه، هنا اخرها concentration اخرها TION. طب زي هنا ايه، زي determination. فنبدأ نحفظها بحاجات زي كده، فلازم نقراها بعينينا ونفهمها. تعالوا بقى مع بعض نشوف بقية الفوكابلاري. بيقول لي هنا determination قال لي يعني trying to do something even when it is difficult، بتحاول تعمل حاجة حتى لو هو كانت صعبة. طيب encouragement تشجيع، encourage someone بتشجع شخص or something أو شيء. طيب host family الأسرة المضيفة، ليها a family أسرة. host a foreigner بتستقبل أو بتستضيف الأجانب or a stranger أو الأغراب in their country في بلدهم or house أو في بيتهم. طيب independent مستقل، اللي هي ايه confident and able to do things اللي هو واثق في نفسه وقادر على انه يعمل اشياء by yourself بنفسك، قادر انت تعمل اشياء بنفسك in your own way وبطريقتك. طيب عندي كمان pick up يحضر شخصا من مكان. collect something or someone from a place، مادام هنا المقصود يحضر شخص يبقى هنخليها ايه someone.
طيب عندي struggle كفاح أو يناضل اللي هي إيه to achieve something تحقق شيء even though it is very difficult حتى لو هو كان إيه صعب. خدوا بالكم هنا بيكافح يبقى هنا achieve حقق، لكن determination كان عنده عزيمة يبقى هو بيحاول trying to do something يحاول. طيب هنا برضو السينونيمي والانتونيمي الكلمة وعكسها اللي هو المرادف الكلمة وعكسه ده طبعا برضو بنقراه بطريقة الدرايفيتيفز، بنقعد نبص كل كلمة ونشوف كلمة وعكسها ايه وهكذا. تعالوا بقى نشوف جزئية النوتس دي اللي بتبقى مهمة برضو قوي وبتيجي في الأسئلة الاختياري. عايزة أفرق هنا ما بين 3 كلمات explore و invent و discover، هما فيهم تشابه شوية. explore بيستكشف شيء أو مكان وبيدرس معالمه، لكن invent بيخترع شيء ما كانش موجود من قبل كده. discover بيكتشف شيء كان موجود بس هو اللي ما كانش عارف عنه حاجة. كمان نشوف الفرق ما بين drought اللي هو الجفاف و drought اللي هو تيار الهواء. قال لي هنا drought الفرق هنا ايه؟ هنا كلمة كلها شبه بعضها ما عدا هنا او معناها جفاف وهنا ايه معناها تيار هواء بيدخل الغرفة. الفرق ما بينهم كده، دي drought ودي drought. طب تعالوا كمان نفرق ما بين current دي قال لي معناها الحالي او معناها تيارات سواء مية او هواء او كهرباء او رأي او اتجاه. تعالوا كمان نشوف الفرق ما بين loud و noisy. loud صاخب او عالي، صوت الاصوات اللي هي ايه والموسيقى، لكن noisy ده وصف للناس والالات والاماكن، حاجة مزعجة. طيب تعالوا كمان نشوف هنا انا عندي استخدام الماضي التام هتكم بعد أداة الربط because عشان تعبر عن ايه الحدث الأقدم. تعالوا نشوف الجملة بتقول ايه. Mary opened her eyes فتحت عينها on that first morning في صباح النهاردة because a maid had come into her room، يبقى لأن الخادمة دخلت ايه حجرتها. يبقى استخدموا هنا ماضي عادي بسيط اهو، وبعدين بعد because جابوا ماضي تام. ليه؟ لان ده بعبر دايما الماضي التام ايه حاجه الحدث اللي تم في الاول، الحدث الاولاني ده الاقدم. طيب تعالوا كمان نشوف هنا ان انا عندي verb start بيجي بعديه verb زائد ing او to زائد الفاعل في المصدر. طيب كمان معانا هنا يقول لي هنا every day after I have finished my lessons بعد ما بخلص دروسي I go down to the beach بذهب لايه للشاطئ. استخدمنا هنا verb have finished بعد ايه after. وكمان هنا استخدمنا في الجهة التانية زمن المضارع البسيط عشان نعبر عن تكرار الحدثين، يبقى مضارع تام بعد after، والجهة التانية استخدمنا مضارع بسيط عشان نعبر عن تكرار الحدثين بيتكرروا. طيب عندي كمان هنا ان spend بيجي بعدها الفعل في ing او and they spend all of their time learning about that subject or subjects عن هذه المادة أو المواد. طب تعالوا نكمل برضو بقية الكلمات. هناخد الكلمات الخاصة بالدرسين 3 and 4 الثالث والرابع. الكلمات المهمة اللي معانا في الدرسين lessons 3 and 4 عندي كلمة accent اللهجة accent، عندي decide يقرر، diary يوميات diary. خدوا بالكوا DIA diary يوميات. عندي local محلي، عندي organize ينظم organize، عندي summarize يلخص. تمام كمان عندنا celebrate يحتفل، communication تواصل أو اتصال، culture ثقافة، imagine يتخيل، include يشمل، mention يذكر، especially بخاصة. عندي passport جواز سفر، voice mail بريد صوتي، get better at يتحسن فيه، أخدت get better at يتحسن فيه. عندي the pros and cons of مزايا وعيوب، the pros المزايا and cons العيوب. طيب كمان عندنا derivatives، طبعا احنا خلاص عرفنا نتعامل معاها ازاي. تعال نشوف بقية الكلمات. عندي هنا accent اللي هي the way someone pronounces بينطق the words الكلمات of a language بتاعت اللغة. طب culture الثقافة، the beliefs المعتقدات، way of life أو طريقة حياة
أو art أو الفن and customs وعادات that are shared بتتم مشاركتها. diary اليوميات. a book كتاب. you write down بتكتب the things الأشياء that happen to you each day الأشياء اللي بتحصل لك كل يوم. entry اللي هي a piece of writing قطعة من الكتابة in a diary موجودة في اليوميات اسمها entry. or in a book أو في كتاب containing بيتضمن information معلومات such as a dictionary زي القاموس. phrase اللي هي a group of words مجموعة من الكلمات have a particular لها a particular meaning معنى خاص when used together لما بتستخدم مع بعض. جزء السينونيمي والانتونيمي زي ما احنا قلنا برضو طريقة الديريفاتيفز لازم نقراها بعينينا ونبدأ نقراها بتمعن وبتفكير عشان نعرف نفرق بينهم. لو اخدناها حفظ كلمات هتلاقي نفسكم في الاخر كل الكلمات اتنست، لكن لازم تحفظوها بعينيكم بالكتابة عشان يبقى فيها تمعن. تعالوا نشوف بقى نفرق ما بين دايري اللي فيها DIA وكلمة دايري اللي فيها DAI. الفرق ما بينهم ايه؟ دايري اللي هي يوميات ومذكرات، لكن دايري اللي هي منتجات ألبان. قبل كده فرقنا ما بينهم وبرضو بنفرق ما بينهم هنا. عندي كلمة فلايت وفوايج وتريب وجورني وبيكنيك. فلايت من اسمها هي رحلة جوية، فوايج رحلة بحرية، تريب رحلة قصيرة، جورني رحلة طويلة، بيكنيك نزهة. طيب عندي كمان عايزة أفرق ما بين conversation ودiscussion وchat. conversation محادثة، discussion مناقشة، chat دردشة. طيب تعالوا كمان نشوف النوتس اللي هنا. يقول لي أنا هنا عندي إيه؟ عندي الفعل في صيغة المفرد has رغم إن أنا كنت مستخدمها في إيه؟ everyone كل واحد has أخدت إيه؟ الفعل هنا كان has، ولكن استخدمنا ضمير يكون ضمير جمع. خدوا بالكم everyone بيجي بعدها الفعل يكون مفرد، لكن لو ضمير هيبقى جمع. طيب تعالوا كمان نشوف هنا family the host family العيلة المستضيفة مالها that I am staying with are. الله احنا هنا استخدمنا family كأنها جمع ليه؟ قال لي هنا مقصود أفراد العيلة. كلمة family من الكلمات اللي ممكن استخدمها تيجي معاها مفرد الفعل يبقى مفرد أو جمع. طب بناء على إيه؟ بناء على اللي أنا أقصده بقى. لو أنا قلت family are يبقى أنا قصدي على أفراد العيلة، لكن لو قلت family is قصدي على العيلة عموما. طيب يبقى هنا family أخد معاها are مقصود بها أفراد العيلة، لكن لو استخدمنا الفعل في صيغة المفرد يبقى أنا قصدي إيه؟ العيلة ككل. طيب احنا كده خلصنا مع بعض كلمات يونت 7. إن شاء الله انتظروا الجرامر بإذن الله هيبقى قريبا. دمتم في أمان الله.